السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سومة. لو أول مرة بتشوفيني، دي قناتي كريز وجليز. هنعمل مع بعض إن شاء الله النهاردة فكرة جديدة للبوكس عشان تنشطي بيه جروبك يا لوزة. لو جروبك نايم، احنا بقى ننشطه بإيه؟ بالبوكسات الجديدة دي. أول حاجة هنحطها في العجان 3 بيضات. ليه بقى يا سومة 3 بيضات؟ انت مش بتقول 4؟ البيض المرة دي بسم الله ما شاء الله كبير. طالما كبير أنا ببقى شايفة بعيني إن هو كبير، يبقى يكفي 3. صغير لا، هزود واحدة كمان. وممكن اجيب 4 ابص الاقيه بلية، بمعنى كلمة البلي. بضطر احط واحدة كمان عشان يبقوا ايه 5. ال5 دي انا ببقى شايفة ان السائل مظبوط، لان انا عارفة مقداره. لا هتلاقيه صغير، يبقى خلاص خليكي بقى ايه في العدد اللي انا بقولك عليه يا لوزة. كبير يا لوزة حطي 3. والمرة دي كمان هنعمل الصاج بسم الله ما شاء الله 40 في 40، اللي انا ايه قلت لكم ناقص سنتي من هنا وسنتي من هنا. هنحط ايه بقى في العجان يا لوزة؟ 3 بيضات، عليهم نص كوباية سكر، عليهم معلقة محسن جل هرمية صغيرة بما يعادل 30 جرام، ونحط عليهم معلقة خل، ونسيبهم يتضربوا على أعلى سرعة. هتطلعي بالعجان واحدة واحدة، مش هتطلعي بيه مرة واحدة. تطلعي الأول على 1 وبعد كده 2 وهكذا لحد ما توصلي لآخر درجة فيه. أول ما يبدأ يعلى الفوليوم تبدأ تضيفي المية واحدة واحدة. أنا كده بضيف المية واحدة واحدة. هنا بقى لما كنت بعمل الدقيق عشان اظبطه، طبعا ايه معرفتش اظبط الكاميرا، ما جبتوش بقى، معرفتش يعني ما جاتش ازاي معايا، مش عارفه والله، هي جت كده معايا. حاولت اظبط الكاميرا ما جاتش مظبوط. الدقيق بقى بتاعنا قد ايه المقدار؟ كوبايه ونص من الدقيق، عليها معلقتين نشا مهرمه كبار، عليها معلقه بيكنج باودر صغيره من اللي انتوا عارفينها بتاعتي اللي بتبقى في قلب البرطمان. ما عندكيش دي يا لوزه، خلاص نحط معلقه من اللي هي معلقه الشاي بس تكون ممسوحه. وتبدأي بقى تنزلي بالعجين، بالخليط، انا اسفه، بالدقيق. تفضلي تنزلي بقى بالدقيق معلقه معلقه بعد ما تكوني ضفتي الميه. يعني تستني على الميه كده شويه تتجانس مع الخليط، وبعد كده تبدأي تضيفي معلقه معلقه على اقل سرعه يا لوزه. اوعي تسيبي العجان سريع. بصي الخليط بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. تقلبيه بقى، تنزلي كل اللي في الجناب. بصي لدرجه ان هو طلع لمز العجان من فوق، عشان ارتفع وخد وقته احسن. الطريقه بتاعتي دي بصراحه احسن 1000 مره من الطريقه اللي فاتت. انا قلت احط كله على كله ونخلص بدل ما اقعد استنى. لا، خلي عندنا صبر احسن. طالما الطريقه ديت ما ظبطتش، خلينا في التانية. اقول لك اللي يخرج من داره يتقل مقداره، خلينا في دارنا احسن. وتبداي تنزلي الخيط. بصي الصاج ده بسم الله ما شاء الله هيطلع عدد محترم. انا بعد كده بعمل في الصاج ده. انا مش عارفه، كنت ناسيه الصاج ده كان عندي، بس مش عارفه شكلي كنت ناسياه. هتبداي بقى تحطيه يا لوزه كله، تفضيه. بصي ما شاء الله عليه عامل زي التاني، كان سايح كده وحالته حاله وكان عيان وعايز حد يوديه المستشفى. انما ده كده بسم الله ما شاء الله احسن. خلينا احنا في اللي نعرفه احسن. ده انا حتى في كذا لوزه علقت لي في التعليق اللي فات، قالت لي خليكي في المقادير بتاعتك احسن، وانا شطوره وبسمع الكلام. اهو سويناه كده يسويها ربنا. تكوني مولعه الفرن قبلها يا لوزه. هياخد من 8 دقايق ل 10 دقايق، لو فرنك عالي هياخد 8 دقايق. بصي بقى بسم الله ما شاء الله اللون عامل ازاي. انا ما كنتش مشغله الشوايه ولا اي حاجه، انا مشغله من تحت بس ومشغله المروحه. فالمروحه وزعت الهواء كله على الصاج. اهو بصي يا لوزه، هتجيبي مقاس 16. القطاعه دي مش القطاعه، هي ما تعتبرش قطاعه، هو البورد ده اللي بنحطه تحت التورته، القاعده. بلاش البورد، القاعده. وتبداي تاخدي كده ايه 3 شرايح زي ما انت ما شايفه. بصي بقى ليه عمل معايا كده ما استحملش؟ عشان انا يا دوبك طلع هويته مفيش بالظبط نص ساعه او ربع ساعه واشتغلت فيه. انت بقى عايزاه يبقى كويس معاك وما يتفتفتش منك كده زي ما عمل مني. انا كنت مستعجله عليه بصراحه. اوقات كده الحاجه اسيبها اعملها من بالليل واسيبها ايه لتاني يوم، بتبقى لوز اللوز يا لوزه. تشتغلي بقى فيها وانت مبسوطه اخر انبساط، ولا حاجه بتتقطع ولا حاجه بتتعمل. بس طالما مستعجله امرك الى الله بقى. في حاجات كده احيانا بتطلع لك من تحت تقطيع الارض، فبتبقي عايزه تخلصي بسرعه. وتبداي بقى ايه تحشي كده زي ما انت ما شايفه، وتحطي السيرب عليها. السيرب ده ايه يا جماعه؟ كوبايه ونص من الميه او كوبايتين ميه على كوبايه سكر. انا بصراحه اعوذ بالله من كلمه، انا بفضل كوبايه من السكر على كوبايتين ميه، كده احسن. يعني بالنسبه كمان لان الحاجه ما تبقاش مسكره قوي. وهنقول اخر حاجه يعني ان السكر غالي يعني. الحمد لله رب العالمين، السكر ب50 جنيه بسم الله ما شاء الله، والساعه ب5 جنيه، والحسابه بتحسب بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الكريمه بقى يا لوز عشان ما انساش، هقعد اندب انا على الاسعار وانسى الكريمه. الندب مش هيفيدني بحاجه بصراحه يعني. اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. الكريمه يا لوزه انا استخدمت في البوكس ده كوبايه ونص من الكريمه. بس انا ايه الاول
استخدمت كوبايه، قلت عشان ايه لو كفت ما كفتش خلاص ايه اضرب تاني، عشان بصراحه بتفيد مني، وبرده فاض مني حبه برده في الاخر. بتحطي كوبايه من الكريمه عليها كوبايتين ميه. انا ليه بقول كوبايتين ميه يا لوزه؟ عشان الكريمه بتاعتي ريتشي، عشان ما حدش يقول لي ايه ده بتقول كوبايتين ميه ده الكريمه تبوظ. لا، انت شوفي نوع الكريمه بتاعتك ايه وانت عارفه وبجربه. مش مجربه ممكن الراجل اللي بتشتري منه اللي هو الحلواني تساليه تقولي له الكريمه ديت بتاخد ميه قد ايه للكوبايه، هيقول لك كذا، في الفا، في مش عارف في كذا نوع وهايبر وكذا حاجه. انا بستخدم ريتشي لان انا بصراحه ما بستغناش عنها. طبعا الكل هيقول لك ده غليت، ده انا نزلت جبت شويه طلبات ومعاهم شكاره ريتشي. انا مش هقول لكم على الاسعار، انا هخليها لكم في الفيديو مفاجاه، هخليكم كده تنبهروا. يعني بصراحه انا كنت منبهره، فلما انبهرت قلت لا خلي انبهاري معاكم في الفيديو بتاع المشتريات. جبت شويه حاجات يعني ماشيه كده بشويه حاجات، لو اديتها للقطه اللي في الشارع هتشيلهم لظهرها وتطلع بيهم، ودافعه ده يعني دافعه مبلغ محترم. والله الفلوس ما بقى ليها قيمه وحياه ربنا، ولا ليها اي 30 لازمه. بص بقى يا لوزه، تمسحي كده البورد بمنديل. انا قعدت ادور على الفوطه بتاعتي في الاخر لقيتها اهي. دي بقى يا لوزه تغسليها وتعصريها وتخليها جنبك، تبقى جميله بقى كده، لا ايدك تلزق ولا اي حاجه. دايما خلي فوطه جنبك كده. انا بعد ما عملتها زي ما انتم ما شايفين اول مره كده بالشرشره، رجعت في كلامي قلت لا هغير الشكل. زي ما انتم ما شايفين بقى كده، رحت انا واخده التيب، ورحت نازله منه كده باتنين من الروزيتات او 4 كده او 5، وبدات اعمل لها الحلزونه. يما الحلزونه اللي انتوا شايفينها دي، شايفه عامله ازاي يا لوزه؟ تجزيعه بقى كده فيها كده، بتديها بتديها شكل. ولو انت انا كريمه زي ما انت ما شايفه كده لون جل، حطيت نقطتين وقلبتهم وحطيتهم في التيب اللي انتوا شايفينه ده اهو. تعملي بقى روزتتين وبعدين تعملي معاها 3 روزتات، روزتتين و3 روزتات، وهكذا لحد ما توصلي للشكل اللي انت شايفاه ده يا لوزه. سيمبل كده وبسيط ورقيق جميل كده وهادي، وهيعجبك ان شاء الله. بصي بقى يا لوزه، هتعملي زي ما انت ما شايفه كده كذا روزيتا جنب بعضها، او مش عايزه تعملي كذا روزيتا زي ما انا ما عملت كده. انا بقى اوقات بعمل كده واوقات بعمل كده. هتمسكي التيب بتاعك اللي هو الكيس الحلواني مع التيب وتاخديها لفه تحزميها، هو شريط واحد لو عايزه تشتري دماغك، وبعدين تقومي لفه عليها كده زي ما انت ما شايفه، وترفعيها بقى زي ما انت ما شايفه بالاسباتيولا. انا هسيبها بعد شويه وهستخدم المعلقه الصغننه. هي المعلقه لقيتها احلى، الاسباتيولا لقيتها بترخم وبتطلع لي كده منقار كده عامل زي الديك كده او زي الكتكوت، بق الديك كده او بق كتكوت اهو. تطلعي كده من تحت لفوق، تسحبي كده من تحت تطلعي على فوق زي ما انت ما شايفه كده الوزه، وتمسحي في الطبق اللي جنبك ده، حاطه طبق كده وتمسحي فيه، تطلعي وتمسحي اهو. بصي يا لوزه، شكلها جميل ورقيق وهادي. اي بقى سبرينكل عندك او اي اللهم صل على النبي اللي هو مش عارفه انتوا بتقولوا، انا بقول سبرينكل اوقات كريسبي عشان بنسى اسمه كريسبي. الواحد قله النوم بتخليه مهنج، وبنسى كتير قوي يا جماعه والله العظيم، من كتر ما انا ما بنامش كويس وماليش مواعيد مظبوطه. اوقات انام الساعه 11، اوقات انام الساعه 2، ماليش مواعيد مظبوطه خالص. قله النوم اللي مش مظبوط ده بيخلي الواحد في حته تانية خالص، يبقى عامل زي اللي بيبقى شارب مخدرات ويقوم الصبح كانه حد مديله 30 صرم على دماغه. النوم الصح يا جماعه ان الواحد ينام بدري ويقوم بدري، احسن حاجه ونعمه من عند ربنا. بس الواحد بقى مش عارف يظبط نومه بصراحه. انتي ونصيبك بقى على ما تخلصي وتشطبي المطبخ وتخلصي اللي وراكي والعيال والمدارس والبيت والاكل يا خراشي. ربنا يعيننا ويعين الستات كلها، والله ربنا يعيننا. بصي بقى يا لوزه، بتحطي 3 كريسبيات كده من الجنب بالجفتي كده. تقوليش جفتي دكتور؟ يا سلام، ايه يا بنتي يا سومه ده، ايه يا بنتي ده يا بنت. بصي بالجفتي كده وتحطي 3، شكلها بيبقى رقيق قوي قوي قوي. ال3 اللي جنب بعض دول بصوا عاملين ازاي، مدينها شكل جميل جدا. وتحطي برضو القلوب الزرقاء اللي انت شايفاها دي، وشايفه بقى اللي انا بحطه ده ده فورماسيل صغنن خالص، بص مفتفت خالص. ده بستخدمه بقى على الكب كيك، بيبقى شكله جميل جدا. ابقى اعمل معاكم الكب كيك في مره. اشتريت انا حاجات كتير، واشتريت القالب بتاع الكب كيك وعملت الفيديو بس لسه ما منتجتوش، هبقى اوريه لكم ان شاء الله. بصي بقى يا توتو
يا كتكوتو. اللي فضل بقى من الصاج اللي انت شايفاه ده تبداي تاخديه كده وتحطيه في الاطباق اللي انت شايفاها دي، وترصصيها بايديك وتسقيها بالشربات، وتشتغلي كده بيها بالكريمه. تسويها بقى بالمعلقه يسويها ربنا من عنده، وبعدين تبداي ايه تحطيه على جنب لحد ايه ما تخلصيهم كلهم وتزوقيهم مره واحده، او لو عايزه تزوقيهم واحد ورا واحد مفيش مشكله. يعني شوفي اللي يريحك يا لوزه، شوفي انت ايدك جايباكي لايه ولا دماغك جايباكي لايه واعملي. ما تمشيش على هوا حد، امشي على هواكي وعلى مزاجك انت، لان انت اللي عارفه انت اللي بتعملي ايه، وده شغلك انت وحاجتك انت. وبعدين ربنا خلق لك ودنين، واحده تسمعي بيها وواحده تطلعي بيها. الكلام اللي ما يعجبكيش اسمعي من هنا وطلعيه من الناحيه التانيه. والله عجبك تمام، خير وبركه، اسمعه واقفل عليه الناحيه التانيه عشان ما يطلعش. طالما الكلام بيفيدني وما فيهوش اي ضرر خلاص ما فيش مشكله. وتشتغلي كده بالتيب وتقفلي عليهم كلهم كده زي ما انت ما شايفه. بص هيطلعوا لنا بقى كام حاجه، هيطلعوا لنا من كل حاجه 2. الصاج ده حلو. وعلى فكره المقادير دي لو تفتكروا انا كنت بعملها في صاج 30 في 40 كانت بتبقى تمام برضو، بس طلعت جميله في الصاج ده. انا هبقى اشتغل في الصاج ده، طالما بيطلع كميه اكبر يبقى الواحد يشتغل فيه. بصوا يا جماعه طول ما احنا عايشين في الدنيا هنفضل نتعلم. هو يقول لك يموت المعلم ولا يتعلم، اهو احنا عايزين نفضل طول حياتنا نتعلم. 2 ما بيكتفوش، طالب العلم وطالب المال. اهو بصي تقومي برضو نفس ما عملتي في الاطباق اللي هناك دي هتعملي كده برضو فين، في الاطباق دي. رصصي بايدك كده وتظبطيها وتسويها، وتحطي عليها السيرب، وتحطي عليها كريمه. بصي بقى انا ما رضيتش احط كريمه زي اللي هناك واقوم حاطه فوق منها كريمه تاني، ليه؟ هتبقى عاليه جدا وهتخبط في الغطا. فانا قلت خلاص كده كده هي كريمه على الوش وخلاص. فروحت انا مغطيها زي ما انت ما شايفه كده بالايه، بالروزيتات اللي انت شايفاها دي، وبنفس الالوان برضو بتاعه التورته. تسيبي منها شويه كده عشان ايه، كانك بتطقمي. فاكرين لما كنت في الاول معاكم اقول لكم انا بطقم كده؟ اهو ده برضو نفس القصه، كانك نازله كده ورايحه خروجه تطقمي بقى كده يا لوزه، احلى طقم عندك وتظبطي الدنيا. يعني ابو العيال هيخرجك، ده انا البس اللي على الحبل كله، فرصه هخرج فتلبسي احلى حاجه. هنا نفس القصه بتطقميها عشان يطلع شكلها ماشي مع التورته. ده جناش، عايزه بقى تحطي نوتيلا حطي نوتيلا. انا بصراحه ما تستهونيش النوتيلا دي خالص، مش عارفه والله انا مش بحبها سبحان الله. بحب الجناش جدا جدا جدا. قولي لي طب انت اللي بتاكلي يعني خليك انت بتحبي الجناش، انت مالك انت، هي رخامه؟ ما تعملي بالنوتيلا للناس اللي بره. على فكره انا هعمل معاكم النوتيلا ان شاء الله في البيت، والصوصات كلها بعون الله، لان النوتيلا بقت من الحاجات اللي هي فيها مقاطعه برضو، فهنعمل الحاجات دي كلها في البيت ان شاء الله تعالى. افضى بس والله العظيم هعمل لكم شويه حاجات يا خراشي، ربنا يديني العمر واعملها لكم. إن كنت من اهل الدنيا باذن الله تعالى هعملها تنفعكم في البيت بقى، ولا ننزل نشتري ولا ب110 ولا ب120 ولا الشغلانه الطين ديت اللي انا بصراحه زهقت وقرفت وبقيت انزل والله العظيم 3 بتغم واطلع. ليه وجع القلب ده يا ربي؟ كل يوم والتاني اسعار جديده، كل يوم معمول لهم اعمال على الاسعار. تروحي تلاقي الحاجه يقولك بكذا بكذا. يعني انا شكاره اللي هي الريتش دي كنت بجيبها كذا نوع، ما كانتش ريتش بقى ايه. في الاول كنت بجيب الاول جولدن باك، جولدن باك دي كانت جميله جدا يا جماعه. الاول كنت بجيب ايه بالكيلوهات، بعد كده بقيت اجيب بالشكاير. جولدن باك دي وما زالت على فكره انا بعشق جولدن باك اكتر من ريتش. هتقولي يا سلام للدرجه دي؟ اه انا بحب جولدن باك في كل حاجه. بس بقى يعني هتعملي ايه، اللي موجود في السوق بتجيبيه وخلاص. اوقات في حاجات انا بتفرض عليا ببقى رايحه عشان اجيب حاجه ما بلاقيهاش، بضطر ان انا اجيب حاجه غيرها وخلاص، عايزه اشتغل مش فاضيه انا اصلي للعطله. جولدن باك كانت جميله. كنت اروح اجيب الشكاره بقى بالصلاه على سيدنا رسول الله. ايه بقى، صلوا معايا على رسول الله عليه افضل صلاه وسلام. كنت انزل اجيب الشكاره كلها على بعضها تعمل لها 150 200 250. يوم ما غليت والدنيا خربت وباظت كانت ب 300 جنيه. دلوقتي تروحي تجيبي شكاره ريتش، انا جايباها اخر مره كانت ب 260، وعشان جبت منه طلبات كتير ادهني ب 250. فيعني يا جماعه احنا بقينا في ايام ما يعلم بها الا ربنا. والله هي دي الايام اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليها ان بيجي علينا وقت الغلا. هو ده بقى، هو ده اللي احنا عايشينه بصراحه. ربنا يعيننا عليه وخلاص، مش هنقدر نقول اكتر من كده. والمصيبه ان يجيلك قرش تبص تلاقيه عارف مكانه، رايح فين، عيان، علاج، مش عارف ايه، تبص تلاقي هي بتصرف مع نفسها، ما تعرفيش هي بتصرف ازاي، هي بتصرف مع نفسها وخلاص. هي الفلوس بتيجي عارفه هي رايحه فين. برضه ما بنقولش غير الحمد لله، احسن من غيرنا. طول ما احنا ماشيين على رجلينا
وانا اسفه ان انا اقول لكم يعني اللفظ ده، ان احنا بندخل الحمام لوحدينا ومحدش بيقعدنا ولا بيعملنا ولا بيوقفنا. والله العظيم يا جماعه احنا في نعمه. الصحه دي لا يعادلها اي شيء. نرجع بقى للاطباق ديت عشان اكيد زهقتكم. قلتوا بقى ايه، البت سومه دي بقت رغايه قوي. ما بحبكم يا جماعه، انا عندي مرض بحب الناس، اعمل ايه طيب؟ بحب الناس بطريقه فظيعه فوق الوصف. ربنا يحبب خلقه فينا ويحببنا في خلقه بحق جاه النبي. بصي بقى كل الكريسبيات الحلوه اللي عندك زي ما انت ما شايفه كده، طلعي بقى اللي عندك يا لوزه، ابدعي، اعملي اللي انت عايزاه، انت ملكه في مطبخك. كل اللي انت شايفاه حلو اعمليه. اهو فوق الريزوتات البيضه كده احط شويه كريسبي ولا سبرينكل اي حاجه. وتحطي بقى اللي هو الايه، كور الشوكولاته البيضه اللي انت شايفاها دي. كور الشوكولاته البيضه دي عندي يا جماعه لما قعدت شويه قعدت ادور على الكيس ده، لفيت عليه، كان فوق في الضرفه بس مزنوق كده جوه، تعرفيش كان مستخبي سقعان ولا ايه، السقعه جت ما كنتش لاقيه، دخت عليه لما سبته مده، بصيت لقيته بدا يقشر، ما اعرفش قشر ليه، هي السقعه بتخليه يقشر؟ ده لو قعد 20 سنه هيفضل زي ما هو. انا كنت بجيب بالجرادل على فكره، يعني انا في كذا مره ما كنت بنزل كنت بجيب بالجرادل، لما الدنيا باظت بقيت اجيب شويه بشويه وخلاص، قلت مش مشكله، بس شكل تاني هرجع اجيب جرادل عشان مش نافعني انا قصه الشويه دول. اه بصي ايه رايك بقى يا لوزه اللي وصلت معايا لحد هنا؟ ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، اوعي تنسي اللايك يا لوزه، وتعليقاتكم الجميله ما تحرمونيش منها. قولوا لي ايه رايكم بقى في الكومنتات، وما تنسونيش ابدا في التعليقات، واللايك يا لوزه، اوعي تنسي اللايك يا لوزه. واسيبكم بقى مع بقيه الفيديو واقول لكم ايه، اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.